السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. النهاردة فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم وتستفادوا منه. بصوا، انا عندي صاعق واحد كبير، وكان عندي الصاعق ده قديم عندي، كنت جايباه مقاس صغير، كان لسه طالع وعجبني الحجم بتاعه، وبقاله فترة مش شغال معايا لان اللوند بتاعته ما بقتش موجودة. بصوا المقاس بتاعها، هي حوالي اللنده 20 سنتي او 30 سنتي. فانا كل ما اروح عند كهربائي عشان اجيب اللوند دي يقول لي ما فيش الا مقاس 40 او 60. فبصراحة كنت هرميه على كده. الحديد بتاعه شغال، يعني لو جه عليه ناموس بيموته. هي المشكلة بس في اللوند. ففكرت كده في فكرة ان انا اعملها بحيث ان انا يعني ارجعه تاني، حرام ان انا ارميه وهو سليم. فركبت دواية بلندة، جبتها لونها ازرق لان اللوند اللي كانت فيها كانت برضو لونها ازرق. تمام. وركبتها. فما عملت لندة واحدة حسيت ان الاضاءة بتاعتها ضعيفة، وقلت هعمل دواية تانية جنبها بحيث ان الاضاءة بتاعته تبقى قوية. وقلت هعمل لكم بيها فيديو عشان اللي عنده نفس المشكلة بتاعتي. ده حل للصاعق، خسارة بدل ما ترموه. جبت دواية زي ما انتوا شايفين. الدواية دي لقيتها ضخمة قوي، فطبعا لو حطيتها في الصاعق ممكن اللي هو الجزء اللي بدخل فيه الصاعق ممكن ما تتحطش، وتبقى يعني ما تخشش بسهولة. ففكيت الجزء اللي هو الخارجي ده، وخدت الجزء اللي هو جوه. طبعا انا مركبه له سلك، هبدأ ادخله من الفتحة اللي انا عملتها اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا عملت فتحة بسكينة، سخنتها على النار وعملت فتحة كده عشان ابدأ ادخل الدواية منه. تمام. هنا عملت الدواية، وهعمل كده رابطة بحيث ان الدواية ما تنزلش ولا تطلع، تبقى ثابتة عشان تمسك برضو الدواية معايا. تمام. لسه برضو هنثبتها، هوريكم ازاي في اخر الفيديو. هنا هبدأ اقص السلك على المقاس اللي انا عايزاه. هنبدأ نشيل بس جزء من السلك عشان نبدأ نلحمه. ده طبعا الدواية دي كانت ملحومة اهو في السلك بتاع الكهرباء، هبدأ افكه عشان الحم الدوايتين مع بعض اهو بالشكل ده. هشيل بس اللزق القديم. طبعا لو انت مش هتعرفي تعمليها، الاحسن ان يعني راجل يعملها عشان برضو ما تتلخبطيش في السلك وتعملي حاجة غلط، ممكن يضرب معاكي. هبدأ اجيب بقى اللزق. طبعا اللزق عشان مش هعرف الفه، المكان ضيق عندي، فانا هقطع جزء كده الفه كده وهعمله بايدي زي ما انتوا شايفين كده اهو. زي ما انتوا شايفين هنبدأ نعمل الفردة التانية. برضه هاخد جزء كده من اللزق وهلحم الناحية التانية زي ما انتوا شايفين كده. هو بس عشان السلك معايا قصير، فانا مش واخده راحتي في ان انا اعمل السلك بسهوله، فهو المكان ضيق والسلك قصير، فانا بحاول ان انا اعمله واحده واحده كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. خلاص انا لحمت السلك. طبعا دي اهي معايا بتتحرك كده، هنثبتها في دوايات بيبقى ليها صامولة من ورا، تقدري تجيبيها وتحطي الصامولة من فوق والدواية من تحت وتلحميها بالصامولة. انا عاملة اللي هي الناحية التانية كده. طبعا انا دي مش كده، فانا هلحمها بمسدس الشمع. هحط كده مسدس الشمع عشان اثبت السلك، عشان ما يتحركش معايا وتفضل الدواية رايحة جاية.
الطريقه دي معاكي والطريقه دي معاكي. هفضل حاطه ايدي بس كده لغايه ما السلك ايه يثبت معايا. ماشي، انا كده ايه خلاص ثبت من جوه. احط شويه كمان كده عشان برضو ايه تبقى خلاص كده هي ثابته معايا. هبدا برضو عند الدوايه كده هحط كده شمع من تحت الدوايه يمسك الدوايه عشان ما تتحركش معايا اهو زي ما انتوا شايفين بثبتها كويس. وهنا بقى جبت اللنده دي عامله 10 جنيه اهو، نفس اللون اللي كنت جايباها الاولانيه. وكده خلاص خلصت الصاعق بتاعي اهو زي ما انتوا شايفين. هنبدأ نعمل ايه بقى؟ هنبدأ نركبه. نجيب بقى الجزء اللي هو بيخش فيه الصاعق وهبدأ انزل كده هنبدأ بس ايه نثبت المسامير بتاعته اللي هي من الجنب عشان ما يروحش ولا يجي معايا. اهو بيتركب له كده 4 مسامير. هنعمل برضو الناحية التانية كده. طبعا يعني ممكن كمان يكون العيب كان من المكثفات اللي فوق والترانس بتاع اللوند. يعني هو كان كده كده مش هينفع ان انا يعني اجيب لوند واجيب ترانس وكان هيكلفني كتير. فبالنسبه لي كده كده الدوايه دي كانت عندي وجبت اللوند بس ما كلفنيش الا 20 جنيه بس. بصوا احنا هنجربه هوريهولكوا كده قبل ما نقفل فوق نشوفوه اهو كده خلاص. بصوا قاعد معايا واشتغل تمام. هنبدأ بقى ايه نقفل الجزء اللي فوق. هبدأ اجيب الجزء اللي فوق كده هثبته. هبدأ بس اظبط الفتحة. طبعا السلك ده بيبقى ليه مجرى لازم ادخله في المجرى الاول تمام. بعد كده بقى ببدأ اجيب المسامير وببدأ اثبته برضو من فوق. هثبت بس بقية المسامير هي مش باينة معاكم في الكاميرا لان ايه هو كان عالي شوية والكاميرا مش جايبة الصاعد كله اهو زي ما انتوا شايفين. نعمل الناحية التانية وتعالوا بقى هطفي النور خالص عشان نقيده ونشوف بعد ما خلص. ادي بصوا ده شكله وخلاص كده الصاعق بقى جاهز معايا ورجعته جديد تاني ومن غير ما يكلفني اي حاجة. ولو عندك صاعق بنفس الطريقة دي اعملي الفكرة دي حلوة وخسارة بدل ما ترميه. واقول لكم مع السلامة.